مصر اللي هي أم الدنيا إزاي اتولدت كدولة عظيمة موحدة؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. من أكتر من 5000 سنة مصر ما كانتش حتة واحدة، كانت مقسومة لمملكتين، مملكة في الجنوب اسمها مصر العليا وعاصمتها نخن أو الكاب حالياً، ومملكة تانية في الشمال اسمها مصر السفلى وعاصمتها بوتو. والصراع كان داير بينهم وكل واحد بيحاول يفرض سيطرته على التاني، لحد ما طلع من الجنوب بطل اسمه مينا أو زي ما بيسموه في التاريخ نرمر. مينا كان ملك على الصعيد، شايف التوحيد مش مجرد انتصار، لأ شايفه مصير أمة. كانت مصر العليا بتتميز بالقوة والجيش اللي اتدرب على أشد المعارك، أما الشمال فكانت أرضه غنية وأهلها بيشتغلوا في التجارة والزراعة، بس جيشهم أضعف. مينا جمع الجيش بتاعه اللي كان كله حماس وإيمان بضرورة الوحدة، قرر يحرك الجيش الضخم من الجنوب من طيبة تحديداً عشان يحسم الصراع للأبد. الهدف كان واضح، نوصل للدلتا ونوحد الأرضين تحت تاج واحد. وهنا كانت اللحظة اللي غيرت مجرى التاريخ، لما الجيوش وصلت لمنطقة وسطى المؤرخين بيشاوروا إن المعركة كانت في مكان قريب من الأهرامات اللي لسه ما اتبنتش ساعتها. مينا كان قائد شجاع بيضرب ببلطته القوية في قلب صفوف العدو، تصادم الجيشين في صراع دموي محدش شافه قبل كده في المنطقة دي. جيش الشمال قاوم بشدة، كان بيدافع عن مملكته وعاداته وتقاليده، لكن القدر كان يخبيله اختباراً أصعب قدام إصرار جيش الجنوب. مينا اخترق صفوف العدو لحد ما وصل لقائدهم، وهنا كانت الضربة القاضية. لوحة نرمر الشهيرة بتخلد اللحظة دي بالذات وهو بيهزم عدوه بالسلجان. المعركة ما استمرتش 3 أيام بالوصف الدرامي، لكنها كانت سريعة وحاسمة. سقوط قائد الشمال كان إشارة لنهاية المقاومة واستسلام جيش الدلتا. مينا دخل الدلتا بذكاء، القائد اللي مش بس عايز ينتصر، لأ عايز يوحد القلوب. أول قرار أخده الملك مينا إنه أسس عاصمة جديدة للبلد الموحد، اختار موقع استراتيجي بين الشمال والجنوب اللي بقت بعد كده مدينة منف أو الجدار الأبيض، كانت مركز الإدارة اللي بيحكم منها مصر كلها. مينا لبس التاج المزدوج اللي بيجمع بين التاج الأبيض للجنوب والتاج الأحمر للشمال، وبكده ما بقاش ملك الصعيد بس، بقى ملك الأرضين وموحد القطرين. توحيد مصر ده ما كانش مجرد نصر حربي، كان ميلاد أعظم حضارة في التاريخ. أسس الملك مينا الأسرة الأولى، وبدأت من ساعتها عصور الأسر الفرعونية. فكرة الدولة المركزية القوية اللي أسسها مينا فضلت هي الأساس لمصر لأكثر من 3000 سنة، وبفضل رؤيته اتحولت مصر من مملكتين متنحرتين لإمبراطورية عظيمة وموحدة. الأثر ده ما زال موجود لحد دلوقتي في روح الوحدة اللي في قلب كل مصري. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.